من عمر قد ايه نبتدي نعود الطفل انه يحمي نفسه من التحرش، وان هو يبقى فيه حدود وفي حاجات ممنوع انه حد يقرب لها، اماكن ومناطق في جسمه سواء ولد او بنت. تحديدا البنت بنتكلم تحديدا البنت اكتر من الولد. هما الاتنين طبعا لازم، ولكن خلينا نقول احنا بنبدأ مع الاتنين من سن سنتين ويمكن اقل كمان. احنا ممكن نبدأ من سن سنة. الطفل سنة خلاص في حدود ماما بس اللي بتغير، مش حد تاني. ماما بس اللي بتحمي مش حد تاني. ما يدخلش مع ماما التويلت، ما يدخلش مع بابا التويلت، ما يدخلش مع حد التويلت. ماما وبابا ما ينفعش يغيروا قدامه خالص نهائي. وهو بيغير باب الأوضة بتاعه مقفول، يعني ماما بتغير له باب الأوضة مقفول. ممنوع حد يدخل وهو بيغير. دي بداية تعليم الحدود. بدءا من سن سنتين بنبتدي نقول للطفل الأماكن اللي ما ينفعش حد يلمسها أو يمسكها أو يقرب لها. في حاجة اسمها اللمسة الطيبة واللمسة الشريرة. كده اللمسة الطيبة على الكتف، اللمسة الطيبة طبعا في المناطق الحساسة، أو لمسات معينة في الخد أو في الرقبة أو في الوش بالإيد من أطراف تانية أو من ناس تانية. ممنوع، دي لمسات شريرة. بنبتدي نعلم الطفل بحاجات بسيطة وبأغنية. انا عندي اغنيه وكنت نزلتها قبل كده هنا على الصفحه بتاعتي، هنزلها لكم تاني. لذيذه كده وفيها اطفال، وممكن نعملها مع الطفل، بس يعني نعمل زي نرسم ايدينا على ورق كانسون، ونعمله بالورق باللي هي العيدان الخشب بتاعه المشاوي والحاجات دي، ونلزقها في بعض ونمسك من بعيد كده ونشاور على المكان اللي ممنوع اللمس فيه ونقول دي لمسة شريرة. نشاور على المكان اللي ممكن عادي تبقى اللمسة الطيبة عادي، ونقول ان دي اللمسة الطيبة. شوية تدريبات بسيطة جدا ممكن نعملها مع الطفل، تحميه وبتساعده. كل ما بيكبر كل ما بيوعى وبيفهم اكتر. مهم جدا ان ما يبقاش جسمه مشاع، مينفعش يغير قدام حد، محدش يغير قدامه، في حدود. يتعود ان طول ما هو في اوضته الباب مقفول، طالما الباب مقفول يبقى هو بيغير، يبقى مينفعش حد يخش عليه. ما ينفعش جسمه يبقى مشاع. طبعا الناس اللي بتشتغل وبتضطر تودي حضانات، لازم الطفل يفهم انه ماما موافقه على الناني دي اللي في الحضانه، ان هي بس اللي بتغير. تقف ماما مع الناني مره واثنين وثلاثه، فهو يطمن ان دي الشخصيه الوحيده المسموح لها. مفيش حاجه اسمها ان الناني كل شويه تتغير. هيبقى في الحضانه الناني دي بس وماما، مش اكتر من كده، فقط لا غير. ما ينفعش الناني يتغير في وسط اطفال تانيين، ما ينفعش يغير قدام المدرسه وقدام بقيه الاولاد، ما ينفعش، ممنوع تماما. ده طبعا لازم يتنبه على الحضانه والاماكن اللي بيروحها الطفل. لو انتي في مكان عام وبتغيري له، انا عارفه انه بيبقى فيه مكان في المولات تحديدا لغيار الطفل، بس احيانا بيبقى المكان ده بره على المشاع، يعني جنب الاحواض وكده. طبعا ده ما ينفعش، لازم تاخديه وخشي التويليت جوه. هتتعبي شويه في الغيار، بس ده مهم جدا انه الطفل يفهم انه ده مكان ما ينفعش بشكل او باخر انه يتشال.